ده التوقيت الصح للي عايز يروح دهب، يعني لو عايز تفصل وتستمتع بأجمل أجواء. فبما إننا هنختار التوقيت الصح يبقى لازم كمان نختار المكان الصح. صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهاردة هنتكلم عن فندق من أجمل وأجدد فنادق دهب. بس قبل ما نبدأ ونقول كل حاجة عنه زي ما متعودين دايما، واللي لسه أول مرة يشوفني، أنا شروق بقدم محتوى عن السياحة والسفر جوه مصر وبره مصر والفنادق وأهم مميزاتها وعيوبها وأهم أماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول. ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار عن أي مكان أو أي فندق سيبولي تعليقاتكم وأنا هرد عليكم. ويلا بينا نبدأ. الفندق اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فندق من أجدد فنادق دهب. فندق حلو جدا، مكانه بيكون خلف كمين المشربة أو للممشى من ناحية اللاجونة، يعني بينه وبين الممشى حوالي 10 دقايق بس مشي. الفندق جنب فندق سارة على طول. الفندق صف أول على البحر، متاح بول هناك كمان يعتبر حجمه كبير. كل الغرف هناك سي فيو بول فيو. في طبعا مطعم خاص بالفندق جوه في الفندق، وفي مطعم كمان على البحر. الغرف كلها حديثة ومجددة وكلها مكيفة بالكامل. الغرف كمان كلها فيها تويلت خاص بيها. موجود كمان في كل غرفة ميني بار وشاشة وكتل. الغرف هناك طبعا متنوعة، في غرف سنجل، غرف دبل، غرف تريبل، في غرف رباعي، وفي كمان سويتات رباعي وخماسي. ففي كل حاجة ايا كان عددكم، لو انتوا بقى شلة اصحاب مع بعض او انتوا عيلة كبيرة شوية، ففي كل حاجة تقدروا تاخدوها هناك. الإقامة هناك كمان شاملة الفطار، بس مش متاح غدا ولا عشاء. بس لو انتوا حابين طبعا أي وجبة من الوجبات دي بتكون بتكلفة إضافية. وطبعا انتوا مش محتاجين لأن انتوا قريبين من الممشى قوي، يعني تقدروا كمان تروحوا الممشى هناك. طبعا المطاعم كتير هناك جدا، فتقدروا ان انتوا تروحوا تاكلوا هناك. طبعا كمان موقع الفندق حلو جدا، انتوا قريبين من اللاجونة جدا. يعتبر انتوا اصلا في اللاجونة. فكمان بقى حابين تسهروا تشوفوا الغروب او تروحوا تشوفوا الشروق برضو في اللاجونة، بجد بتكون من اجمل القعدات اللي ممكن تقعدوها هناك. زي ما انتوا شايفين كده، شازلونجات على البول، شازلونجات قدام البحر والشمسيات، بجد القعدات حلوة قوي. في قعدات كمان عربي كده، قعدات بدوية كده، بجد برضو من القعدات الحلوة جدا جدا اللي بتقعدوها قدام البحر وقت الشروق وقت الغروب. في اي وقت بجد القعدة ممتعة وحلوة جدا جدا. البحر كمان السنوركلينج فيه ممتع جدا، تقدروا تعملوا سنوركلينج دايفنج زي ما انتوا عايزين. وزي ما انتوا شايفين كده دلوقتي نظام الغرف من بره، كل غرفة ليها بلكونة، كل بلكونة فيها كرسيين. القعدة بجد بتكون حلوة جدا، خصوصا بقى بالليل وقت الغروب حابين تقعدوا ترتاحوا شوية، فبتكون القعدة حلوة جدا. الغرف كلها فيو على البول وعلى البحر. زي ما انتوا شايفين كده كل غرفة ليها بلكونة. كمان شايفين المنظر، البول والبحر، المنظر بجد حلو جدا. كمان البحر صخري، بس صخري ممهد حلو جدا في السنوركلينج، بجد هتستمتعوا بيه جدا جدا. دي كده الغرف، غرف رباعية بيبقى فيها طبعا ميني بار زي ما قلت لكم، كاتل، شاشة، تويلت برضو نظيف جدا زي ما انتوا شايفين. يعني لو انتوا مجموعة صحاب رباعي لغرفة رباعي حلوة جدا. كل غرفة ليها التويلت الخاص بيها. دي الغرفة الثلاثية التريبل، برضو شاشة وميني بار، كاتل، كل حاجة متوفرة في الغرفة. التويلت كمان كويس جدا، نظيف جدا، النظافة بجد حلوة قوي. الخدمة هناك كويسة جدا، يعني لو احتجتوا اي حاجة طلبتوا اي حاجة الناس هناك فريندلي جدا، مش بتتأخر عليكم. ده كده المطعم الداخلي، المطعم الخاص بالفندق. برضو مطعم حلو جدا مريح، هو مش كبير قوي بس مطعم نظيف وكويس جدا. ده كده المطعم اللي على البيتش، برضو مطعم حلو قوي، القعدة فيه حلوة جدا. حابين بقى تاخدوا الفطار فيه، تاخدوا الغدا العشاء زي ما انتوا حابين، القعدة بتكون حلوة جدا. ده غير طبعا بقى عايزة اقول لكم في قعدات عربي كمان حلوة قوي، تقدروا بقى تقعدوا تسهروا فيها الصبح وقت الشروق، تقعدوا فيها بجد القعدة ومنظر البحر قدامكم بجد خطير، بتكون قاعدة حلوة جدا. متاح طبعا كمان مشروبات كمان، بس بتكون بتكلفة إضافية. المشروبات وقت الفطار بس اللي بتكون تبع الفطار، بعد كده المشروبات بتكلفة إضافية.
كمان الفندق بالنسبة لسعره حلو جدا مقابل موقعه والخدمات اللي بيقدمها ونظافة الغرف، كل حاجة بالنسبة لسعره حلو جدا. طبعا الأسعار متغيرة، مش هقولكم من شهر للتاني، يعني الأسعار لغاية 10/10 متغيرة لغاية آخر 10. فسيبولي لو انتوا حابين تروحوا، سيبولي التاريخ اللي حابين تروحوا فيه وأنا هقولكوا السعر بتاع التوقيت ده. كمان قولولي عايزيني اتكلم عن فنادق ايه تاني في دهب، او عايزين تعرفوا ايه اكتر عن فنادق دهب. لو عايزين تعرفوا اي حاجة سيبولي برضو في التعليقات. طبعا ده مش اول فندق انزله في دهب، انا نزلت فنادق تانية في دهب كتير على القناة. هتلاقوا فيديو لفندق باندا وفيديو لفندق جنة سينا، ومنزلة كمان فيديوهات لافضل فنادق دهب وفيديوهات لارخص فنادق دهب. هتلاقوا مجموعة كبيرة قوي من الفيديوهات الخاصة بدهب. اللي حابب دهب واللي مهتم بالفنادق هناك يقدر يشوف الفيديوهات دي. هيعرف اماكن كتير حلوة هناك سواء كامبات او فنادق. طبعا متكلمة كمان عن فنادق في الممشى، فنادق في اللاجونة، فنادق في كل مكان. هتلاقوا الفيديوهات دي على القناة، هسيبها لكم كمان في الوصف علشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات دي بسهولة. طبعا دهب موجود فيها كل مستويات الفنادق، كامبات، فنادق 3 نجوم، 4 نجوم، 5 نجوم، لغاية 5 نجوم موجود، علشان في ناس مفكرة ان دهب ما فيهاش فنادق 5 نجوم او فنادق شرم الشيخ طبعا اعلى من فنادق دهب. ده طبعا مش حقيقي، دهب فيها فنادق 5 نجوم زيها زي شرم الشيخ والغردقة بالظبط. كمان لو انتوا حابين مستوى عالي من الفنادق وفنادق 5 نجوم سيبولي برضو تعليقاتكم وانا هقول لكم ايه هي الفنادق دي. بالنسبة بقى لطرق الحجز، قدامكم اكتر من طريقة. ممكن تحجزوا عن طريق الفندق دايركت او عن طريق اي شركة من شركات السياحة. الفندق برضو متوفر مع شركات سياحة كتير، بس طبعا قبل ما تحجزوا مع اي شركة اتأكدوا ان الشركة مرخصة، ليها مقر على ارض الواقع، ان في ناس اتعاملت معاها، في ريفيوهات كتير على الصفحة. ما تحجزوش مع اي حد وخلاص، لان طبعا النصب كتر قوي قوي الايام اللي فاتت واكيد كلكم سمعتوا، فخلي بالكم كويس من النقطة دي. وطبعا ما ينفعش تروحوا دهب من غير ما تعملوا أنشطة هناك ورحلات. طبعا الرحلات هناك يعني من أكتر الرحلات الممتعة اللي ممكن تعملوها في أي مكان عموما. بجد الرحلات البحرية هناك حلوة جدا، سفاري، السهرات اللي في الجبال، سهرة اللاجونة. بجد في حاجات حلوة قوي كتير، لغاية حتى السهرات في الكافيهات اللي في الممشى على البحر. بجد كل حاجة هناك ليها طابع مختلف، كل سهرة ليها جمالها وليها الأجواء الخاصة بتاعتها، فلازم تجربوا اكتر من حاجة وانتوا هناك. عايزه اقول لكم كمان ان في دهب فنادق فيها اكوا بارك، فبرضو لو حابين تعرفوا ايه هي سيبولي تحت في التعليقات. عايزه برضو اعرف ايه اكتر مكان بتحبوه، دهب ولا الغردقه ولا شرم؟ حابين انزل عن ايه اكتر وايه الحاجات اللي حابين ان انا انزل عنها؟ سيبولي برضو تعليقاتكم، قولولي حابين انزل عن ايه وانا هنزل لكم ان شاء الله كل حاجه. طبعا متاح اي استفسار من خلال الكومنتس، طبعا برد على كل الكومنتس. اللي عايز اي حاجة يسأل. متاح كمان استفسارات من خلال التواصل على رسائل الانستجرام، هتلاقوا الرابط في معلومات القناة. وكده طبعا انا قلت كل حاجه خاصه بالفندق. برضو لو عندكم اي استفسار سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. وعايزه اقول لكم ان احنا عندنا في قناه فكره وسفريه بتكلم فيها عن السياحه والسفر، سواء سياحه داخليه او خارجيه، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر ابيض او بحر احمر، وترشيحات الفنادق وافضل الرحلات واماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ولو عندكم اي سؤال سيبوهولي تحت في التعليقات، وهستنى رأيكم في الكومنتس. وباي باي.